حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة وصفة سهلة وسريعة من جمالها هتعملوها كل يوم. هنعمل اسهل واسرع حلا يرطب علينا في الجو الحر ده، وبمقادير بسيطة ومش هياخد منكم وقت، بالكتير 10 دقايق ويكون جاهز. ويلا بينا نبدأ وصفتنا الجميلة. اول حاجة هنجهز الطبقة الاولى. هنجيب باكت جيلي مانجا وهنحط عليه كوب مية مغلية، ونفضل ندوب فيهم لحد ما حبيبات المانجا كلها تدوب معانا، مش عايزين يكون فيها اي تكتلات خالص. وبعدين نسيبه يبرد لحد ما نجهز الكريم شانتيه. هنجيب كوب الا ربع كريم شانتيه، هنضيف عليه كوب حليب بارد يكون بارد جدا. هنفضل نخفق فيهم لحد ما الكريم شانتيه يعمل معانا فوليوم بالشكل ده. هنضيف عليه بعد كده الجيل اللي احنا سيبناه يبرد، ونبدأ نخفق فيهم لحد ما الكريم شانتيه والجيلي يتجانسوا كويس مع بعض ويبقوا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما خلصنا نحط الخليط الجميل بتاعنا في اطباق وندخله التلاجة تلت ساعة عشان يتماسك. يلا بينا نبدأ نجهز الطبقة التانية. هنجيب باكت الجيل التاني وهنحط عليه كوب مية مغلية، ونفضل نقلب فيهم لحد ما حبيبات الجيلي كلها تدوب معانا، مش عايزين فيه اي تكتلات خالص، ونسيبه يبرد معانا. وبعد مرور تلت ساعة هنخرج اطباقنا الجميلة من التلاجة ونحط عليها الجيلي بتاعنا بعد ما برد، ونرجع ندخلهم تاني التلاجة مش اقل من ساعتين. وبعد مرور الساعتين هنخرج الجيل الجميل بتاعنا ونزينه بقطع المانجا بالشكل الجميل ده. بجد طعمه تحفة قوي. يلا جربوا الوصفة وقولولي رأيكم. اتمنى تكون عجبتكم. مستنية تعليقاتكم الجميلة ولايك وشير للبوست، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.